السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كاع لاباس وبصحه جيده في احسن الاحوال يا رب العالمين. حبيباتي، وصفتنا تاع نهار اليوم راح تكون بزاف هايله وبزاف مميزه. راح نديكم معايا لحلوه الزمن الجميل، يعني نعود بكم الى الوراء جدا. يعني في الوقت هذاك الوقت اللي كنا فيه صغار، كنا واحد الحلوه نحبوها بزاف، تتباع بزاف متوفره، اللي هي حلوه السميد. ان شاء الله كامل تعرفوها. تجي بمختلف الالوان. تجيب اللون الاصفر، انا راح ندير هنايا فيها الالوان. ذوق الموز، اللون الاصفر. عفوا دوك نجيبو غلطت فيه حبيباتي. اللون الاصفر عندي، اللون الاخضر. لازم لاغوم حبيباتي، الذوق ولون. وذوق الفراوله، يعني لاغوم تاع عطر الفراوله، يعني عطر وذوق. انا حنديرها الوصفه هذه حنديرها بالوردي، وانت تحبي ديريها بالاصفر ولا ديريها بالاخضر، لك الاختيار. كما تعرفوا تاع زمان تباع بثلاث الوان، الاصفر الاخضر والاحمر. يعني حلوه الزمن الجميل الرائعه اللي كانوا ولادنا، كنا احنا كنا صغار كنا بزاف نروحوا نشروها. كانت تتباع امام المحلات الصغيره امام المدرسه. ان شاء الله حبيباتي نروحوا للمواد اللي راح نستعملوهم في هذه الوصفه. عندي لهنايا بول هكا صغير ولا غرفيه تاع سميد يكون رطب جدا. لا عندك السميد هذاك اللي شويه متوسط، غرب ليه الغربله تاعو، غرب ليه ونحي فقط هذا الرقيق جدا. شوفوا سمول فان، يعني كيما الفارين. عندي هنايا 4 كاس ماء، يعني بنفس الكيل اللي راح نكيل به السكر. هذا الكاس انا تاع 120 غرام. عندي لهنايا كاس الا ربع، يعني ناقص اصبعين تاع سكر. كاس الا ربع ناقص اصبعين تاع سكر. بنفس الكاس 4 كاس ماء. هكذا حبيباتي، حوالي 2 ملاعق هكا، حوالي 2 اصابع تاع ماء. وعندي طبعا ملون احمر بذوق الفراوله، ملون اخضر بذوق البيستاش او الفستق، وملون اصفر بذوق الموز. هكا حبيباتي. عندي هذه العلبه اللي راح ندير فيها، كما تعرفوا لازم نديروها في علبه هكا ونخبوها في الثلاجه تبرد. درت فيها هكايا ورق طهي، قطعوا هكا قطعه تاع ورق طهي. قيس العلبه هذه، ما تعلوهاش بزاف، قيس العلو اللي تحبوه تاع الحلوه. هكذا انا درتها في النصف تاعها تقريبا. سقميه مليح في هذه العلبه اللي ندخلوها للثلاجه بهذه الطريقه. هذا مكان حبيباتي. انا دوك نحضر الكسرونه ونرجع معكم. هاي حبيباتي هنايا عطر الموز، عاولك يجي ملون اصفر وذوق الموز، يعني لاغوم عطر وذوق، ما تجيبوش غير الملون. هنا حبيباتي، ولا ما عندكش تقدري تستعملي الملون، بصح من الاحسن يكون ملون ولون، يعني لون ولا الذوق يجي احسن، يجي في البنه احسن يعني. هنا نديروا 4 كاس ماء، يعني قليل فقط من الماء، مع كاس الا ربع سكر. هكا حبيباتي شوفوا، هكا نخلطوه ونحطوه على النار. هكا حبيباتي شوفوا، ان شاء الله يكون واضح. انا دوك نحطوه على النار ونقوم بعمليه الخلط المستمر حتى دير لنا فقاعات، ومن بعد نبداو نديرو في الملون. عفوا نديرو الملون هو الاول حبيباتي، الملون على حسب الدرجه اللي تحبيها انت. هكذا نديرو هنا ملعقه، نشوفوا الدرجه تاع اللون اللي نحبوها. هكذايا هذه الحلوه كانت بزاف تجي هايله، كنا بزاف نشروها كي كنا صغار، كانت بزاف بنينه ورخيصه، يعني في متناول الجميع. تقدري تشريها يعني بثمن زهيد، راح تشري يعني حلوه هكا تجي بزاف هايله. هكا نزيدو نضيفو، خاطر بعدا كي نديرو لها السميد راح يتفتح اللون تاعها، يعني ديري اللون غامق وردي غامق، ومن بعد تيك راح يتفتح معاك اللون كي تضيفي له السميد. هكا حبيباتي هذه الدرجه. انا دوك حبيباتي نحطها على النار ونرجع معاكم. هنا حبيباتي نخلطوا بالملعقه الخشبيه، نخلطوا هكا باستمرار حتى يذوب لنا كامل السكر. هذه الطريقه شوفوا بدا يدير في الفقاعات هذه في الجوانب، نخلوه حتى يدير الرغوه مليح. هكذايا نخلطوا باستمرار حتى نشوفوا هذيك الفقاعات. هكذا النار تكون متوسطه حبيباتي. هكذايا شوفوا بدا يذوب لي كامل السكر، تبدا تغلي معايا. كملوا الخلط المستمر.
هنا حبيباتي شوفوا بدات تغلي معايا، بدات تدير في الفقاعات هذه، ذاب لي كامل السكر. في هذه المرحله نطفي عليها النار ونبدا نضيف السميد. هكذا كي دارت هكايا هذو الفقاعات نطفي عليها ونضيف السميد هكذا. هنا حبيباتي نبداو نضيفوا السميد وهي ساخنه هكايا، نضيفوا شويه بشويه هكايا ونخلطوا. دوك نوريكم القوام تاع العجينه كيفاش راح يكون. هكذا نزيدو نضيفوا قليل بقليل هكايا. هذا من الاحسن الملعقه الخشبيه، لازم تستعملي السرعه كي راه الخليط ما تخليهش يبرد وهو ساخن هكا حتى يولي لك كتله واحده وتحسيه باللي راه ولا ثقيل في يدك. هذه الطريقه هكا. عفوا هكا نضيف شويه وهو ساخن لازم بسرعه حبيبتي. شوفوا اللون تاعو كش ولا فاتح هكا. هكا نزيد نضيف السميد هكا. تخلطي بسرعه هكايا. والله يكون واضح حبيباتي. انا ما حبيتش نقطع الفيديو هكا باش تشوفوا المرحله بمرحله هكا وتشوفوا القوام تاعو كيفاش يولي هكا. نضيف غير شويه هكا حتى تحسيه ولا شغل يتفتت هكايا. ما تحسيهش ولا يبقى متلاصق كتله واحده، يبدا يتفتت يعني هكا. كديري هكا تحسيه باللي راه مفتت هكذا. هذا هو القوام. شوفوا هكايا تحسيه ولا يتفتت يعني ما يوليش يعني يتلاصق كانه عسل هكا جامد هكا. هذا القوام اللي نحوس عليه. شوفوا هكا تحسيه يتفتفت في اليد يعني مبسس مثلا هكا. شوف شحال بقات لي من الغرفيه غير شويه. نجيبوا هذه العلبه ونفرغوا فيها الخليط. شفتوا القوام كش راح لازم يكون هكا حبيباتي باش يعطيكم نتيجه مليحه هكذا. شوفوا ما يبقاش كامل العسل لاصق في الكسرونه هكايا. ونبداو نضغطوا عليه هكذا. هذه الطريقه هاك. شفتوا اللون تاعها كش ولا فاتح. لازم نسوي السطح تاعها تسويته. انا دوك نجيب ملعقه واحده اخرى هكا باش نسويه مليح هكذا حبيباتي. يا سلام ريحه الفراز فيها روعه. شوفوا شفتوه لازم تحسوا الخليط ولا شغل فيه نوعا ما البيوضيه هكايا هكذا. نضغط مليح ونسووه مليح هكا. انت لدرجه الحجم كما تحبي نتيا. تحبيه اكبر من هكا يعني انا هذا هو يعني السمك المليح المتوسط يجيك لهنا سمك ما تجيش خشينه بزاف يعني. ديريها بمقادير مضبوطه مع هذه العلبه يعني صغيره. هذه العلبه ماشي كبيره حوالي 8 سنتيمتر. هذيك العلبه متوفره في المحلات تتباع. الغطاء تاعها ابيض كلهم يجوا 3 مع بعضهم هكا. شوفوا حبيباتي نضغطوا مليح نسووا مليح هكذا هكذا. شفتوا كيش راكم تشوفوا فيها يعني رجع لونها وردي فاتح. انت كديري وردي غامق في التلوين راح يعني وبعد كتضيفي لها السميد راح تولي لك فاتحه. شوفوا الشكل تاعها. شوفوا هي ديجا بدات تجمد معايا. عفوا دوكا نغطيها نخبوها في الثلاجه حوالي ساعه فقط تبرد وتزيد تحكم روحها مليح ونقطعها معاكم ونشوفوها في صحن التقديم.
حبيباتي وانا راح نضيف بنفس الكيله، راح ندير تاع الملون الاخضر وندير مع الملون الاصفر بنفس الكيله، يعني نفس الكيله هذه برك بدلي الالوان حبيباتي، ونرجع لكم في صحن التقديم. هنا حبيباتي بنفس الكيل جبت علبه واحده اخرى هكا، لازم تكون مربعه ولا مستطيله كما اللي درتها من قبل، ودرت اللون الاصفر. شوفوا النتيجه كي عطاتها لي هكايا، بدات ديجا تجمد معايا. راح نغطيها حبيباتي ونديرها في الثلاجه، هذا اللون الاصفر. وبنفس الكيله راح ندير باللون الاخضر، راح ندير ايضا في علبه، راح نديرها تاني بنفس الكيله في العلبه هذه الصغيره تاني هكا حبيباتي. انا دوك نغطيها نكمل اللون الاخضر ونرجع لكم في صحن التقديم. هنا البنات حبيباتي بعد ما خليتها جمدت حوالي يعني ما فاتتش ساعه، كما تعرفوا مع الاول كانت جامده شويه، خليتها تبرد مليح تشد روحها، نحيتهم هكا. شوفوا كيفاش تكون جامده، نحيها من العلبه تاعها. شوفوا نخليها تروبوزي او تريح حوالي 5 دقائق شغل تروح منها الجموده تاعها، ونبدا نقسمها معاكم. شوفوا دوك شجيه، شوفوا نخليها تروح منها الجموده. زين نفتح معاكم العلبه الثانيه. شوفوا ثاني جمدت هذايا، نحوها بكل سهوله. هذايا درت الوان متنوعه. شوفوا نخلوها ثاني حوالي 5 دقائق على هكا على طاوله العمل ولا في اللوحه الخشبيه هذه. وهذه انا العلبات صغار يعني نفس الكيله تاع هذه كي عاد العلبه صغار درت منهم 2 علب، يعني العلب صغار هادو ماشي كيما هادو كبار شويه. هذا حبيباتي شوفوا يعني هادو العلب مليح في المنزل، نحطوهم هكا نديرو فيهم حلويات بدون طهي، نديرو فيهم بنيون تاع العلب، نديرو فيهم حلوه هكا تاع السميد. شوفوا هاكا جبت معايا. هنا حبيباتي نخليهم حوالي 5 دقائق هكا تروح منهم الجموده، ونقسمهم معكم ونشوفوهم في صحن التقديم. هنا حبيباتي بعد مرور 5 دقائق راني راح نقسمهم هكا، نقسمهم طوليا. شوفوا النتيجه، لازم يكونوا هكا يبانوا شويه بيوضه منا ويتفتوا وحدهم. شوف لازم هذه هي النتيجه تكون هكا، يتفتوا كيما السميد يكون اول مره، ماشي يبقاو معجنين وشغل ماشي مدين حقهم تاع السميد هكا حبيباتي. نزيد نفتح هذه هكا هكايا، ندير السكين لازم يكون كبير، السكين يكون كبير هكا. تحبي تخليهم طوليا ولا تقسميهم يعني مربعات. انا قسمت هذه الورديه، قسمت هذه، نزيد نقسم هذه. لازم نخلوها حبيباتي 5 دقائق تروح منها الجموده هكا باش ما تكسر لكمش، خاطر كون تقسموها هي جامده اول حاجه راح تتكسر ما تقدروش تقسموها، لازم تخلوها ترتخي شويه هكا تقسم لكم بكل سهوله. هكا تالي هذه البلاغه الحلوه يعني فكرتنا بزمن الجميل. انا فجاه جات هكا في بالي، قلت ولا غير علاه ما نديرهاش فيديو نديرها، كنت نسيتها يعني، مع انهم ولادي يعني ملي ذاقوها اول مره يحبوها. شوفوا انا نكمل حبيباتي كاع نقسمهم ونرجع لكم. هنا حبيباتي حلوة السميد راهي جاهزة بعد ما درتها في هذه الصحون هكا، نفرحوا بها وليداتنا بألوان مختلفة، يعني حلوة الزمن الجميل يعني بمقادير مضبوطة وناجحة 100%. كي تتبعوا الخطوات خطوة بخطوة، باش تشوفوا المقادير تقولوا سهلة، أي كاين اللي ما تنجح لهمش. قد ما تكون الحاجة فيها سهولة قد ما تكون فيها يعني كاين بزاف اللي ما ينجحوش فيها، تكون فيها الصعوبة. كاين السر الوحيد انك لازم تعطيها حقها من السميد حبيبتي، لازم تنشفيها مليح وتخرج هكايا، لازم تتفتت هكا هكايا، ما تبقالكش يعني مطاطيه كانها مازال فيها العسل، مازال فيها السكر يعني ككتله واحده هكا، لازم تكون هكا تتفتت. شوف هذه هي، نزيد نوري لكم مليح حبيباتي. شوفوا لازم تجي هكايا كي تتفتت لك ترجع كانها سميد من اول مره هكا. هذه هي لازم تكون هكا ناجحه حبيباتي.
هكا ان شاء الله حبيباتي. حلوه التسميد تاع الزمن الجميل، تاع الايام الجميله اللي فاتت، يعني في قديم عندها بزاف، يعني في القدم عندها بزاف. كانت تتباع في سنوات حوالي التسعينات وفي اواخر الثمانينات، كانت تتباع بزاف هذه الحلوه. ان شاء الله حبيباتي تعجبكم وتنال رضاكم، ما تنسوش تجربوها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.